بعدها لما باروندو بقى جه اللي هو برضو دي كان مع الزمالك اللي هو احياني بشكل مختلف تماما، اللي هو غير ستايلي، غير بوزيشن بتاعي، اللي هو انت هتبقى بلاي ميكر بتاع المنتخب. وبلاي ميكر المنتخب في سيستم السبانيش اللي احنا بنلعب بيه دي مسؤوليه اكبر، لان اللي هو انت عليك كان وقتها كل حاجه بتجو ثرو يو، انت بتفكر وبتعمل في الوقت ده. دلوقتي الهاندبول تطور ان كلنا بنلعب، بس في الوقت ده كان اللي هو انت هتبصي له هيقول لك الاكشن لازم تترجم لازم تعمل. فانت رايح من بوزيشن انت بقالك عمرك فيه كله بتلعبه لبوزيشن باروندو قرر ان لا يحيى هتلعبه. والكلام ده قرره ايه اللي هو قبل البطوله بشهر، اللي هو رايحين نلعب بطوله افريقيا مؤهله لاولمبياد طوكيو. الترانزيشن ده يعني طبعا ده اللي هو بنلعب تونس في تونس، فالدنيا مميته. اللي هو بجد هو كل شويه مثلا في التمرين يقول ايه تعالى في الهاف اتمرن، تعالى في الهاف اتمرن، بس كنت بتمرن كباك عادي. بس لما جينا قبل البطوله كلها ما بلعبش، سيمي فاينل بلاي ميكر، يلا العب ومفيش كلام، مفيش نقاش خلاص. يعني اللي هو جربها في ماتش ودي بس مش كتير. جه في ماتش اللي هو لما نبدا مثلا 10 دقايق ربع ساعه كباك، جبت ماتش الجزائر بلاي ميكر. طب ترانزيشن بقى من ان انت عمرك كله بتلعب في بوزيشن وحافظه ونجحت فيه وبقيت نجم فيه، لبوزيشن صعب كمسؤوليه، مش بس كصعب كلاعب، كمسؤوليه فريق. الشيفت ده اصلا اثر فيك ازاي، وازاي عرفت تتعامل معاه وما تقولش لا؟ يعني زي ما قلتلوش لا. انا هقول لك الفكره ان انا ما حسيتش بيه قوي، لان عارفه يعني هي صعبه طبعا انها تتصدق، بس عارفه لما انت تكوني حابه البروفيسور بتاعك في الجامعه لدرجه ان انت مفيش كلمه بتفوتيها. يا جماعه احنا كنا بنحب باروندو في التلفزيون يعني بس احنا بجد اللي هو الراجل ده كان مؤمن بيا بدرجه غير طبيعيه. انا مؤمن بكل حاجه هو بيقولها، كل حاجه اللي هو انت ازاي بتفكر كده، ازاي التفاصيل دي موجوده. فانا مش حاجات انا بسمعها لاول مره، فانا قاعد بسمع. ساعتها كنت لسه بلعب في الزمالك، فاحنا كنا لو بنلعب مثلا ماتش خميس جمعه سبت اجازه حد اتنين بنتمرن 4 تمارين معاه. عارف اللي هو انا واخد نضارتي والورقه والقلم وقاعد معاك، انا وراك معاه. اللي هو خلاص علمني، انت عندك بقى كل حاجه، انت دماغك دي زي الفل، مسلمه نفسك تماما. اديني وحته البلاي ميكر دي مش في دماغي، بس اديني اللي هو علمني بقى ايه يعني ايه هنقول، ليه اجي اشوط هنا بدل هنا، ليه اعمل كده، لا نط لفوق مش نط لقدام، والحاجات دي. مع ان بقى يا يحيى الاثليت لما بيكبر بيفهم اكتر اللعبه، فبيبدا يعني احنا صغيرين مدرب بيقول لنا حاجه بنسمعها، فلما بنكبر لا اللي هو مش سهل اصلا تعرفي تعملي اللي هو عايزه منك في سن كبير، ومش سهل انت بتناقش اصلا اللي هو طب انت بتقول لي ليه كده، انا بعمل انت فاهم انت مش غلط ان انت تقاوح ولا تقول ليه ومش ليه، بس ازاي وانت في سنك ده وبعد كل الاكسبيرينسز دي من هليوبلس للاهلي للاحتراف للزمالك، لما باروندو جه لا احنا ما 100% ما بنتكلمش. هو كان جاي كان كسبان تشامبيونز ليج، وكان واخد احسن مدرب في العالم في السنه دي. فعارفه اللي هو انت اكيد هو عارف الصح، يعني اكيد هو عنده الصح، واكيد هو واصل للليفل ده. فانا مهما عملت وسالته سؤال وعايز اتناقش معاه هيبقى عنده. وفعلا كنا بنسال في الاول ايوه طبعا ماشي وانت تعالى هنا، يقوم عاملين الاكشن تقوم جايبها جول، او اعرف اسبق المدافع او تنجح او whatever. فانا ابص له هو تمام، انا قلت لك خلاص انت اللي عايز تسال او انت اللي عايز تضيع وقت. فبدات اللي هو مع الوقت خلاص يعني هادبت وهتاقلم على اللي هو عايزه. وانت كنت يعني يو بليفد ان هيم زي ما هو كان برضو هي بليفد ان يو جدا، فانت كنت خلاص جداً. احنا في على قد ما انا كنت كوميتد للموضوع، بشوف هو قد ايه بيشير معايا هيز نوليدج بشكل ما. لو ممكن يجيبني على جنب تك 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 اعمل كذا، ده احسن ده احسن، جرب الاكشن ده مثلا. بعد ما نجربه يقوم يا جماعه طب الاكشن ده هيبقى تكتيك كبير معانا في المنتخب، بس لو انت روح جرب بس الحركه دي، او اتفق مع يحيى خالد مثلا قول له تعالى من ورايا بدل ما يروح، لان الناس كلها مستنيه ان هو يروح من الحته دي. فهي شويه تفاصيل كل شويه قعدنا نبنيها مع بعض. الكيمستري ما بينكم في الملعب كانت بس وانا ما اعرفش ان انا هبقى بلاي ميكر، هو شاف ده وقرره. وده كان قبل البطوله مثلا ب4-5 شهور. لعبت البطوله وربنا كرم، بس هي البطوله اصلا كانت نتي هتلعبي تونس في تونس ومؤهله الاولمبياد، واحنا بقى كجيل بنبني بعضنا والكلام ده كله. اخر افريقيا كنا خسرانينها، فكل عوامل الضغط موجوده عليكي. نزلنا، هو بجد كان مفصص لنا الماتش. وانتي قاعده بتلعبي اللي هو انا كاني قاعد في الفيديو بتاع امبارح، المحاضره الفيديو بتاعت امبارح. هو ده هيجي هنا هيعمل كده ومش هيغير، ده هيشوطها هنا، ده هيعمل ايه. طبعا حافظين الماتش. بدانا الماتش وير ليدنج باي 5 من اول الماتش لحد اخره، وانجزنا الماتش. وانت كنت بلاي ميكر ساعتها؟ لعبت اول 10 دقائق كلاف باك، اللي هو حد لعب كخيري لعب كبلاي ميكر. بعد كده يلا بلاي ميكر عليه زين ننزل باك وكملنا لحد الاخر.
لعبت بقى بلاي ميكر في البطوله دي، ما خفتش؟ ما حسيتش اللي هو انا مش متمرن على الموضوع ده؟ يعني حته الخوف هي خوف من مسؤوليه ان احنا نروح اولمبياد والحاجات اللي حواليها. في الوقت ده برضو انت داخل على سيمي فاينل او فاينل، انا عايز العب، يعني عايز ابقى موجود، عايز اشير مهم بس جوه. فهو حطني كبلاي ميكر، وهو اللي هو تمام. انا طريقه لعبي اندد اب ان هي قريبه كبلاي ميكر مش كباك. حته ان انا الباك الشوتر كزي يحيى زي علي زي دودو بعملها، بس اي بريفير حاجات تانية او بحب حاجات تانية او مميز في حاجات تانية هو كان محتاجها. ولما مرني عليها وبدأنا نطورها بعد البطولة دي اللي هو الحمد لله لحد دلوقتي اللي هو ما لسه كنت اقول لك، حاسس ان ده ترانزيشن في حياتك؟ ترانزيشن ان انا خدت ام في بي افريقيا البطوله دي وفي بوزيشن هم بيلعبوا اللي هو انا هم اصلا بيقولوا يحيى الدرع ام في بي، فانا ببص لهم يعني احسن بلاي ميكر. اللي هو انا اصلا البطوله كلها بلعب باك، لعبت بس ماتشين بلاي ميكر بس، هم الماتشين اللي بيقيم عليهم معظم البطوله. فاللي هو طب حسيت يحيى في اللحظه دي ان انت كنت المفروض القرار ده يتاخد من زمان ولا؟ لا، لان دي حاجه بقى بقولها على طول. هو انا لو كنت مستني ده ما كنت بطلت هاندبول من زمان. ان انا ما خدتش اي حاجه بيرسونال لنفسي، ولا خدت احسن لعيب ولا هداف ولا مش عارف ايه. لا مش بتكلم على الام في بي، يبقى بتكلم على فكره ان انت يو شايند في البوزيشن ده. بس اشاين مع الراجل اللي طلع احسن حاجه مني. ايوه يعني كنت ممكن ابقى بلاي ميكر ومش متعلم الاساسيات دي بتاعت البلاي ميكر في السيستم ده، خلاص ما نجحش، هتبوظ. ايوه كنت في حتتي على الاقل. فاللي هو لا، انا جيل اللي طلع مني المطلوب، شافك في الحته دي وعرف يوظفك صح بالزبط. بالطريقه الصح وسط الفريق يعني. بالظبط. فيعني الشيفت بتاع اللي هو بقى انت يعني ايه ذا رايت تايمينج في حياتك، وتقعدي بقى ترفلكت على كل حاجه قبل كده. اللي هو اصابه الدنمارك كانت في وقتها، الرجوع من الدنمارك كان في وقتها، الاربع سنين بتوع الزمالك في وقتها، كل حاجه ادابت بقى بالشكل البوزيتيف. اللي هو اتاخرت جت، طب ادابت بالشكل البوزيتيف مش معناها ان انت عامل كل حاجه صح، لا معناها ان انت في حاجه جايه في فريق لسه هنكمله. طيب خدت ام في بي وانت بلاي ميكر، طب هتبقى بلاي ميكر احسن ازاي بقى في كاس عالم في اولمبياد اند سو اون. بعد طوكيو جه بقى الاحتراف اللي انت كنت مستنيه، احكي لي بقى عن ده. يعني هي بدأت اللي هو برضو قبل ما نوصل لطوكيو بدأنا نتكلم نفتح كلام اللي هو عايزينك محتاجينك. المدرب بدأ يتكلم معايا، كلم باروندو طبعا بيسأل هو كلاعب هو كمنتاليتي هيعرف يبقى في وسط اوروبا والكلام ده كله. برضو حته ان يحيى خالد كان هناك، فهو حاطط ايمج كويسه جدا لينا كمنتخب. احنا كمنتخب كان ساعتها كاس عالم اللي في مصر مع دنمارك مسمع، وعملنا بطوله وورينا ان احنا فرقه البوتنشال بتاعنا نقدر نوصل لايه. والاولمبياد برضو ما هي بقى دخلت اولمبياد، كانت اللي هو احنا هنبعت لك الكونتراكت تقريبا بعد اولمبيكس، اللي هو احنا فانت داخل برضو عليك بريشر ان انت لازم برضو توري 100% اللي عندك عشان في كونتراكت يا هيجي يا مش هيجي. بالظبط. وبعد طبعا مع الحته بتاعت انتوا بقى طبعا الكوارتر فاينل بتاع دنمارك، فانتوا البطوله الجايه اولمبياد انتوا اكيد بقى خلاص في سيمي فاينل، سنة بريشر كمان. والفريق اللي هو تقريبا خلاص بقى كامل، اللي هو الصف الاول جاهز. الصغيرين كانوا ساعتها بقى اخويا اخد ثالث عالم، دودو وحسن قداح اخدوا اول عالم، فطلع لك برضو ناس جامده اللي هو كملوا الفرقه بقى خلاص قفلوها. هم كانوا معانا في تونس، وكانوا معانا في كاس عالم مصر، بس برضو لسه ما شاركوش بالشكل اللي هو اترموا والعبوا وغلطوا عادي وشيلوا الفرقه. كانت ساعتها بقى دودو لاعب، حسن قداح لاعب، اخويا لاعب، والفرقه بقت تمام in a way more complete عن كاس عالم مصر. الحمد لله برضو لعبنا كويس قوي في البطوله دي، وعملنا حاجه تاريخيه لحد دلوقتي، رابع اولمبياد، وكانت الميداليه قريبه. بس برضو هي دي حاجات بقى من الحاجات اللي الواحد بيفكر فيها. مثلا انا خسران ماتش ثالث ورابع قدام اسبانيا، الطبيعي تبقى بتقطعي في نفسك، بس لو انا ببص الناحيه التانية انا شايف ليجندز اللعبه بيبطلوا عند 40 سنه وفرحانين ان هم كسبونا وبيعيطوا لان دي اول ميداليه يكسبوها. طب ازاي اصلا غيرت البرسبكتيف بتاعك؟ يعني ازاي كنت شايفها من البرسبكتيف ده مش من البرسبكتيف اللي هو انا ازاي خسرت اولمبيكس وبقيت الرابع وانا كنت يعني انا اتاخرت في السيمي فاينل اكتر. يعني السيمي فاينل هو اللي كنت بقطع نفسي ومش متقبل الموضوع تمام. التالت والرابع معرفش، هي ساعات كده ربنا بيطبطب عليك اللي هو لسه فاهمه، اللي هو خلاص اتقهرنا من دنمارك، خدنا ستيب ابعد ووصلنا، فاللي هو تيجي
هتيجي يمكن مش بتاعتنا، مش وقتنا، الناس دي تستاهل اكتر، او في حاجه محتاجين نتعلمها، او we're not ready ان احنا نبقى ابطال دلوقتي عشان ما نروحش في حته وحشه. لسه محتاجين البريشر ده يفضل محطوط علينا عشان يمكن المكسب يبقى طعم بس البرسبكتيف ده صعب قوي ان انت توصل له في بطوله كبيره زي دي. دي سبحان الله جت لي يومها. بس برضو يعني كلكم كنتوا في الحته دي، يعني ما حدش كان اللي هو بيلوم التاني ولا كان في حد. لا دي عمرها ما كانت موجوده. ايوه ما بقول لك يعني انتوا كفرقه ان انتوا توصلوا للبرسبكتيف ده في بطوله زي دي، يعني ممكن ناس ترجع من البطوله زي دي اللي هو ايه ده، انا بعد كل ده لا انا هبطل بقى، انا مش بالظبط. ف changing the perspective and ان انت تشوف الموضوع من المنظور اللي هو لا انا لسه في حاجه احسن جايه، انا تمام، انا اتعلمت من الاكسبيرينس دي. it takes so much يعني. دي حقيقه، بس في نفس الوقت انت مصدقه اللي هو هي مش اخر بطوله في حياتي ان انا اعرف اوصل لسيمي فاينل. انا هعرف اعملها تاني ان شاء الله كفرقه، نلم بعض ونلعب في كل حاجه. خلاص احنا الموضوع ما بقاش بعيد تماما mentally. أيوة. مش تكنيكلي خالص، mentally اللي هو هنزل مش خايف، هنزل العب. انت اللي خايف مني، انت اللي بتتوتر، انت اللي بتعمل مش انا. فكره ان احنا مصر بتلعب قدام دوله اوروبيه دي، انتوا كسرتوا الحاجز ده. بس بالظبط. البارير ده ما بقاش موجود ان احنا لا احنا مصريين، الناس اللي في اوروبا دول اقوى مننا. بالظبط. الحته دي ما بقتش واللي هو بجد since then لحد مثلا اولمبياد باريس اللي فاتت، اللي هو على طول بيبقى فيه حظ كده مش معايا، اللي هو مثلا ماتش السيمي فاينل علي زين كسر ايده فما لعبش ماتش الثالث والرابع، فاللي هو ممكن كان لو لعب ما نكسبش، بس اللي هو الماتش ده خلاص انا ودودو وحسن سفينا التراب. اللي هو شايلين وخلاص لاعبين البطوله كامله مش قادرين نجر رجلينا. فلعبت اولمبياد دي الحمد لله كويس، كنت اي ثينك مش فاكر بس من التوب سكورز بتوع الفريق واسيستس وكل حاجه، واز كلوز ان انا ابقى سيلكتد من تيم اوف ذا تورنمنت. بس تمام اللي هو انا عملت اللي عليا وراضي ومبسوط وكل حاجه. بعدها فاسبرين بعتوا لي الكونتراكت، مضيته، اللي هو الحلم بقى اللي كان المفروض من اخر سنه زمالك، ورينا بقى هتعمل ايه، والحلم بتاع انا راجع وانا جاي اوروبا وفاسبرين في نادي بقى اللي هو ايه خلاص تايم ستاند من اللي انا كنت فيه، ومع يحيى خالد، وشفت يحيى خالد اصلا بيعامل ازاي هناك، ووصلوا فاينل فور مرتين. كنت حاسس ان دي الخطوه بقى هي دي اللي انا اراد بقى خلاص ان انا ارجع قصاد كل اللي ضحيت بيه واللي انا عملته. برضو اخر سنه بتاعت الزمالك كانت ايموشنال جدا، اللي هو عايزين متعلق جدا كمان بالفريق وبالجمهور، عايزين نكسب فيها كل حاجه، عايزين نحقق فيها كل حاجه. الحمد لله كسبنا 4 بطولات، واخر بطوله اللي هي ابطال الكؤوس دي كانت اخر بطوله وكسبناها. فبعدها شكرا، عملت كل اللي عليا اللي اقدر عليه، سافرت، بدات بقى حته فاسبريم اللي هو ايه لي بقى عن فاسبريم. الحاجه الحلوه ان انا كنت مسافر واثق من نفسي، اللي هو انا لعبت قدام الناس دي ولعبت لا وعامل اسم كبير خلاص، لعبت اولمبياد ورابع اولمبياد، وعملت ماتش قدام دنمارك ووصلنا وعملنا. فاللي هو ماشي انا هنا، انا جاي افهم بس الستراكشر وكل حاجه واخد وقتي والدنيا. انا مش جاذبه نفسي، انا جاي بس انا نجم، انتوا جايبيني نجم. اللي هو انا رابع اولمبياد، فاللي هو وسط الاحسن بلاي ميكرز اللي موجودين بس anyway يعني. بس والصراحه يحيى يعني اللي هو ايه من الاخر فرش لي الدنيا، اللي هو عامل ايمج كويسه، الفرقه كلها بتحبه، فهو وعارفين ان انا ويحيى اصحاب جدا وقريبين من بعض بره الملعب، فهم متوقعين الشخصيه اللي جايه دي هتبقى عامله ازاي. فانا اصلا رحت يومين بدري عن يحيى عشان اخلص ورق، فلقيت الشباب بتكلمني ونزلنا واكلنا وعملنا، وهو يحيى جه لقاني اصلا معايا نمر الشباب ونازلين خارج وعامل دخلت وسط الناس والناس كانت شايلاني وكل حاجه. بس برضو هتخشي في الحته بتاعت عشان نثق فيك في حاجات كتير قوي لازم تعدي بيها، مش ان انت محطوط تحت تيست، بس اللي هو انا مش هاجي ارميك في النار، مكان جديد، هتلعب فاينل سيها ليج مش عارف ايه، هتنزل غلطت غلطتين مش هتضحك، خلاص انا محتاج اكسب البطوله دي. لسه مش تلعب، هتاخد ربع ساعه في ثلث ساعه، اشوف البادي لانجوج بتاعك عامل ازاي. انت طبعا لسه طبعا مهزوزه، اللي هو في فرقه جديده، انت ماشي من الزمالك بتطلع مثلا في ماتش 12 13 كوره، محدش هيحاسبك، انت دلوقتي بتحسبها ان واي لحد ما المدرب يديك الثقه، لحد ما تمشي معاك في ماتش كويس، تلعب، تاخد وقت. برضه انت معاك كومبيتيشن عاليه، انت في كل بوزيشن فيه 2 جامدين من احسن اللعيبه بينافسوا بعض، انت هتحتاج برضه شويه هتدوت نفسك، شويه هتصدق في نفسك، شويه هتتحمس، شويه طب وبعدين هتيجي امتى. وانا عندي الاكسبيرينس بتاع الدنمارك اللي هو لعبت كويس، بعد كده قعدت شويه ما بلعبش، فانت في الحته بتاعت اروح ارجع انا في حته كويسه، او انا قد المسؤوليه اللي انا موجود فيها ولا لا. الثوتس دي بتسيطر عليها ازاي في غربه، في
نو سبورت سيستم. دايما لما ببقى في الحته بتاعت الداوت دي اول حاجه بطلع ماتش انا لعبه كويس تحفه. فدايما لما ببقى شاكك عايز اعزز الكونفيدنس بتاعتي اللي هو لازم ماتش كده اللي هو ما انت جامد اهو ما انت كويس اهو ما انت عامل عارفه اللي هو كاني بتفرج على واحد ما اعرفوش. فكره خطيره. فبحب خطيرة. اعمل دي جدا برضو انا ويحيى عندنا الحته دي مع بعض اللي هو ركز اعمل انت بتوفر ثينك الموضوع مش عارف ايه. هو برضو قعد هناك ب4 سنين قبلي او 3 سنين قبلي تقريبا فاللي هو عاش الحته بتاعت يا جماعه العلاقه اللي ما بينكم دي تدرس ما شاء الله يعني. لا يعني الله والله بجد هي جت كده اللي هو احنا اتنين احترمنا بعض كلعيبه كنا لسه مش صحاب بقينا مع بعض في المنتخب خلاص بقينا مع بعض فاهمين بعض بنلعب بعض مع بعض. مش حاجه سهله برضو يا يحيى عشان الرياضه بتاعتكم فيها منافسه قوي. دي حقيقة. فان هو ان انتوا تبقوا عندكم العلاقه دي ما بينكم وما بين بعض وتحترفوا في مكان واحد وتبقوا ما شاء الله ما شاء الله بالحب ده لبعض ما شاء الله يعني دي حاجه رياضيين مصر كلهم محتاجين يتعلموها. عشان صدقنا ان احنا هننجح بسبب بعض هننجح بعض in a way يعني اللعبه يعني زي شويه لعبات بس اللعبه دي اللعيبه كونكتد قوي ببعض اللي هو لو انا عملت حاجه عكس اللي المفروض اعملها هبان ان انا امقض عن الفرقه ان واي. فهو اللي هو اللعبه 2 دي برضو اللي هو على خطين فهو ما فيش مساحات قوي ان الواحد يعرف يطلع كل حاجه او مليون اوبشن. هي كام اوبشن وتلحقه في ثانيه معينه وده اللي بيفرق لعيب عن لعيب. بس فقعدت طبعا خدت وقتي وفي نفس الوقت اللي هو التمرين انا مبسوط بيه لان التمرين اجمد من ماتشات في الدوري اصلا. اللعيبه اللي موجوده قد ايه بيتعاملوا مع بعض وقد ايه اللي هو في حماس. لو حد جاي مش فايق هو الناس كلها تيجي تعدي منك مش اللي هو ده صاحبي فشكله مش فايق النهارده ومش نايم كويس لا ده خلاص مسرح هاتوه. فانت كل يوم التمرين اصلا في سيستم انت بتخش اتقل من ماتشات فدي بتتعلمي منها شويه بشويه لحد ما ماتش ضرب معايا اللي هو خلاص الناس لا انت يو شود البرفورمانس بتاعك والكواليتي اللي موجوده وهو ده وانت اللي هو ايه ده انا فعلا عملت بقى ده وسط الناس دي كلها وسط الجمهور وقتهم ومش عارف ايه. بس فاتكليكت من الحته دي طبعا مع بقى ان اللعيبه بقى عندها ثقه فيكي. الحته اللي بره برضو اثرت جامد لان دي الحاجات المهمه اللي الناس كتير ما بتركزش عليها لو ان يبقى عندك سوشيال نتورك بره الملعب لغة تانية غير اطلع انزل بوسي سرع تاكتكس الكلام ده كله يعني it's a privilege اللي انت you share 12 13 different cultures في نفس الفرقة بتشوف كل واحد بيفكر ازاي بيتعامل مع امه ازاي ويتعامل مع مراته ازاي مع عياله ازاي وبتحاولي تتعلمي كام لغة تعرفي كام كلمة الكلام ده كله دي حاجات بتفتح لك حاجات في مخك ازاي تفكري ازاي تتكلمي مع نفسك في الحياة عامة بشكل معين. فاللي هو دايما هتلاقي حاجة جديدة تتعلميها حاجة جديدة مش عايزة تعمليها in a way. فهو عشان كده الاحتراف بيفرق في حاجة ان انت بتتحطي في منظومة مختلفة تماما عن اللي انت فيها مش معنى كده ان هم احسن مننا او اجمد مننا في كل حاجة بس انت بره حاجة عايشة فيها بقالك 20 سنة بره كومفورت زون. شوفي بقى هتتعاملي معاها ازاي والناس بتتعامل فيها ازاي ان كله اصلا عايش بره البلد. دي برضو ميزة من مميزات الفريق ان كله عايش بره بلد وما عندناش غير مجري واحد تقريبا الفريق او 2 كله كأنه عايش مغترب في يوروب بس برضو يعني انا مش في بلدي لغة مختلفة سيستم مختلف اهلي لازم يجولي او انا اسافر لهم فنفس الموضوع. ودي اكيد خلت ما بينكم ان انتوا خلاص مالكوش غير بعض فانتوا عملتوا عيلة بالزبط. في بلد تانية وده قواكوا في الملعب اكيد بالظبط. 4 سنين في فيسبرم ترانزيشن كبير قوي انت عديت بيه. النهاردة بعد ال4 سنين دول يحيى اتغير في ايه والمنظور للحياة بقى مختلف في ايه personally يعني الترانزيشن ده غير فيك ايه انت كيحيى؟ يعني اول حاجة في الرياضة كنت شايف ان انا بحمل نفسي حاجات كتيرة قوي او بحط طاقة towards تركيز في حاجات كتيرة قوي وشفت الناس دي بتتعامل ازاي مع المومنتس في كسيمي فاينل ولا فاينل او لما نخسر ماتش بيعملوا ايه. يعني الناس دي بتروح تلعب ماتش هو خلص في سيزن كمان ان شاء الله مش بيتعاملوا مع ان ده اخر ماتش في الحياة وبيحط على نفسهم الضغط اللي يخليهم خلاص مش عارفين يلعبوا. دي حاجة انت كنت طيب بتعاني منها وانت في مصر؟ مش بعاني منها بس حاجة اللي هو بقعد افكر
قوي بزياده في سيناريوهات الماتش، هعمل ايه بكره ماتش، لو كسبنا لو خسرنا الكلام ده كله. بس اللي هو دول بينزلوا يلا يا جماعه وي بلاي ات هوم تشامبيونز ليج جيم كوارتر فاينل يو دونت نيد موتيفيشن يلا. هم بريزنت قوي في المومنت، ولما بتخلص خلاص خلصت هنموف فورورد. بس خلصت. لو بقى الموضوع فيه مشكله ان اتنين بيتخانقوا مع بعض، اتنين مش عارف دي قصه ميتنج تاني خالص. بس لو هو نزلنا لعبنا ماتش بتاع guys we don't deserve to lose بس this is sport يلا بكره تمرين. طب بتشوفي يا يحيى ان دي حاجه احنا مش موجوده عندنا في مصر؟ in a way ساعات ما بتبقاش موجوده علشان الكالتشر بتاعتنا ان we're so emotional وبندخل المشاعر الحته دي جوه نجاحنا وجوه فشلنا وناس كتير بيبقى ليها اراء وبتتكلم، وده موجود في اي حته، بس الفاصله بتاعتها عندنا دي اللي محتاجين نعملها بشكل اسرع. بحس ان احنا في مصر ما عندناش حته ان هي في الاخر رياضه، يعني هناك هم شايفينها it's just a sport. احنا عشان بس اللي هو مدخلين فيها اللي هو اكل العيش، فلوس بتصرف عليكوا ايه الكلام ده كله، في حتت معينه بيتعمل فيها كده، بس برضو الكالتشرز التانية المور بروفيشنال اللي هو دي رياضه المفروض اصلا ان انت تتبسط منها وتحقق منها انجازات وجسمك يتحسن و و و و. طب حاسس ان انت لما غيرت البرسبكتيف بتاعك لده انت بقيت لعيب تاني؟ يعني معرفش اقدر اقول كده على نفسي ولا لا، اكيد الناس هي اللي المفروض تتكلم على ده، بس كبرفورمانس وان انا ابقى سنه ورا سنه يعني الريسبونسبيلتي بتاعتي في الفريق زي ده بتكبر، فاي ثينك ان انا بعملها بشكل كويس. في طبعا حاجات بتقع بس ده اللي لازم افضل اتعلمه على طول، لان انا مؤمن ان دايما لازم ابقى بتعلم حاجه جديده، او دايما في حاجه ناقصه لازم اوصل لها، لان ما ينفعش اقول اللي هو حققت كل حاجه. طب ما عايز احقق اللي انت عملته تاني، ما هو ده اجمد، حققه تالت، ما هو ده اجمد واجمد. محدش هينفع يقول لك انت احسن واحد في كل حاجه، لا. لو انا مش احسن شوتر احاول، لو انا احسن واحد بعدي 1 on 1 بس بنسبه معينه احسن النسبه. فدي غيرت فيا مفاهيم بس ليها علاقه بالرياضه، تقبل الخساره، تجهيز نفسي للماتش. بس هو كل ده اصلا اتغير بعد الاصابه نفسها. والحاجه برضو اللي فرقت معايا اللي هو ان انا ازاي افصل العالم اللي بره عن جوه الملعب، لان انا السنه اللي فاتت في اخر السيزن كنت بلعب سيزن كويس قوي، كنا ماشيين كويس قوي، فكنت بجهز بقى لفرحي والجواز وكل حاجه، وقبل الفرح باسبوع جدتي توفت واجلت الفرح. فدي دخلت لي من الحته بتاعت لخبطت لي كده دماغي، ما عرفتش افصل ولعبت اثرت عليك. اثرت عليا، لعبت وحش في الفاينل بتاع الكاس، ولعبت وحش في الفاينل بتاع الدوري. كسبنا كان ليا دور بس مش الدور اللي انا عايزه ومش الدور اللي انا اتمنى الناس تشوفني بيه. كنت احب لا ابقى طالع راضي عن نفسي اكتر من كده، واسمي وسط اللعيبه ك responsibility او كافكشن اكتر من كده بكتير. فدي حاجه برضو قررت فيها اللي بعدها اللي هو الفصله دي لازم تحصل. فاللي هو بعد ما الفرح حصل خلاص فصلت، رحت على المعسكر بتاع اولمبيكس اللي هو رجعت من هاني مون الساعه 1 بالليل، الساعه 10 الصبح على في معسكر المنتخب اللي هو نو اكسكيوزز، مش هفوت ولا يوم، ابدا اتمرن. رحت اولمبيكس الحمد لله عملت بيرفورمانس كويس، ربنا ما اردش ان احنا نتاهل من كوارتر فاينل. برضو دي حاجه من الحاجات اللي هو ما كناش محظوظين فيها، اللي هو في اهم ماتش اللي هو يوصلنا سيمي فاينل اللي يحيى خالد ومهاب راحوا واقعين مننا. فدايما طب ازاي لما يحيى ومهاب اتصابوا انتوا كفرقه قدرتوا اصلا تكملوا؟ يعني هو اتصاب في وسط الماتش بعد اول 10 دقايق واللي هو وي وير ليدنج، فانتي انا برضو بيحصل لي حاجه اللي هو انا في وسط الماتش مش انتي بقى ان انا افكر في حاجه خلاص. يعني بدات الماتش وسبيشالي لو الدنيا ماشيه معايا كويس وكسبانين و فانسي ان انا اوفر ثينك اي حاجه تانية. مش شايف انت اصلا الاكسترنال فاكتورز اللي بتحصل حواليك انت مش شايف مومنت باي مومنت. هتقولي لي كنت سامع التشجيع؟ مش سامع. طبعا مش سامع. ناديت على مامتي، ناديت عليك والله كتير والله يعني لو الصاله فاضيه مش سامع، ما فيش. فبخش كده في زون اللي هو لحد ما الماتش يخلص، بعد كده انا بقى نبروسس بقى اللي حصل، بقى الحاجات اللي بالظبط. عشان كده اصلا اوقات كتير اللي هو انا الماتش خلص يومها بالليل برجع اتفرج على الماتش عشان اشوف ايه اللي حصل، ان فيها حاجات بتبقى واقعه مني من كتر ما
مومنت عدت بحاول انساها and so on. بعد اولمبيكس جالنا كوتش جديد في النادي، وكوتش كان يتكلم معايا ان انا اروح له اسافر له. ده في فيسبريم. ده في فيسبريم. كوتش طبعا هيز ا ليجند، كان ماسك برشلونه، كسب معاهم تشامبيونز ليج 3 مرات وعامل معاهم حاجه كبيره. فجي شفت طبعا سيستم مختلف وبتعلم حاجه جديده، اللي هو الاسلوب بتاعه مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنلعب بيه في المنتخب وفي النادي. وكنت متحمس بقى ان انت بعد الاولمبيكس عايز اعوض حاجه، عايز ابدا بدايه جديده، وعاملين ترانسفير ماركت محترم، واللعيبه والفرقه كانت بروميسنج جدا. وبدانا تشامبيونز ليج، كسبنا اول 3 ماتشات. بعد كده نزلنا كاس العالم انديه في مصر اول مره مع فيسبريم. طب كنت حاسس بان انت بتلعب باسم النادي بتاعك في اوروبا، واول مره بلعب الزمالك يعني بالظبط، بتلعب النادي اللي انت ماشي منه للنادي بره في مصر بالظبط. يعني الاحساس بتاع هرجع العب في مصر ده كان برضو تهتمي جوه الصاله، اللي هو الناس هنرجع مصر هنعمل، انا ماشي هرجع مصر اوكي، انا برجع مصر الانترناشونال بريكس وبلعب مع المنتخب، بس هو انا بلعب بسخن الزمالك قدامي الناحيه التانية وانا لابس فيسبريم ومش عارف ايه. ايرور شويه يعني ايرور، بس كانت بالنسبه لي خدتها بشكل بقى تاني، اللي هو دي كل الناس اللي انا I have to show الفرقه بتاعت الزمالك اللي اصلا بقى فيها جيل صغير، مش الناس كلها اللي كانت معايا، انا فين، والواحد اللي كان الناس بتحبه وبتشجعه في النادي ده، طب والجمهور ازاي بيرسبكت اللي قدامه، اللي هو انا بلعب في فريق جامد، بس تكنيكلي الناس كانت مستنيه فيسبريم يكسب، بس ده مش هيخليني ما العبش جامد او عايز اكسب او عايز ابقى كومبيتيتيف قدامهم وقدام صحابي او قدام فرقتي. فدي حسيت برضو المسؤوليه ان انا عايز اشو الحته دي. ما كنتش بجز يعني ان انا بقتل اللي قدامي زي ما بلعب اي ماتش تاني، بس كان اللي هو لا مركز بلعب، مش بستسهل حاجه. فحسيت بالمسؤوليه دي وكنت مبسوط جدا باجواء الماتش. وبعد الماتش جمهور الزمالك دي نادي عليا، فهو ما نسونيش طبعا، حابين ان انا كنت موجود وكل حاجه، وخدت بلاير اوف ذا ماتش في الماتش ده، ايا كان بقى كرموني فيها ولا ما كرمونيش. بس وبعدها سيمي فاينل لعب برشلونه، جبت 8-9 تجوان وخدت بلاير اوف ذا ماتش. الدنيا ماشيه حلوه قوي، ماشيه زي الفل. ده دريم بقى، انا بلعب في بلدي ما بقولك بلعب في بلدي وبالنادي بتاعي. فاينل كسبنا البطوله، واللي هو احساس اول مره اصلا النادي يكسب البطوله دي، نكسبها في مصر وبكسبها في مصر مع النادي ده، واللي هو فخور طبعا. النادي يشوف بقى الصالات بتاعتنا متظبطه ازاي، والاوتيلز بتاعتنا والجوائز والترتيبات والحاجات دي، اللي هو حاجات كتيره قوي. والناس اصلا اللي هو حته اللي هو الناس بتقول لك كابتن يحيى، هم مبهورين اصلا ان حد بيتقال له كابتن، فاهم يعني هو يعني ايه كابتن يحيى؟ بقول لهم لا يعني هنا بس ده التور زي بس مهندس كده، فاهم اللي هو ده يعني الثيم بتاع اللعبه يعني. كنت مبسوط جدا واللي هو اول بطوله اكسبها بقى، مراتي بتتفرج عليا ومامتي وحمايا وحماتي، كل الناس واصحابي كلهم موجودين. بطوله كبيره وكاس عالم انديه رحتها مرتين مع الزمالك، بس اللي هو خبطنا مره في كيل ومره في برشلونه، فكان ماتشات تقيله ولعبنا حلو، بس ما وصلناش لسيمي فاينل. فبالنسبه لي برضو كنت كسبان دوري وكاس مرتين مع فيسبريم، فدلوقتي دي اللي هو حاجه جديده بحطها للاتشيفمنتس بتاعتي وخلاص بقى، اللي هو تمام كسرنا العقده بتاعت ان في اليوروبيان تشامبيونشيبس فيسبريم ما كسبش ولا مره، وصل مثلا فاينل تشامبيونز ليج 4-5 مرات وما كسبش. فاللي هو الناس كلها بدات تقول فيسبريم جاي وهيلعب وبادئين وكل حاجه، بس بعدها ب10 ايام نلعب ماتش في تشامبيونز ليج تك صليبي. فوقتها اللي هو حسيت بايه يا يحيى في اللحظه دي؟ البروسيس بتاعت وانا في الملعب اول ما دخلت الفيزيو روم، اللي هو طبعا وجع، اللي هو ليه لا ومش لا واللي هو انا تاكدت انها صليبي في وقتها، لان المضحك في نفس السبوت، يعني ممكن لما الفيديو يبقى ينزل في نفس السبوت بتاع الملعب اللي يحيى خالد جاله فيه صليبي قبلها بسنه، بس انا جالي مثلا 10 ايام بدري عن يحيى في نفس السبوت، في نفس الملعب ونفس الحركه، نفس الفنت اللي بيتعمل، نفس كل حاجه ونفس الرجل. فاللي هو انا عملت تك افتكرت انا عشان انا كنت جنب يحيى وشفت وشه، فانا اللي هو الاوجاع اللي حسيت بيها اللي هو خلاص صليبي. فهو العيال جايه بتقول لي اتس اوكي، اتس نوت اوكي، نو 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 ومش عارف ايه وبتاع خالص. بس فالدكاتره جم خدوني دخلوني جوه تيست صليبي،
بس برضو دي حاجات من الحمد لله يعني. مراتي دخلت عليا اللي هو تقولي ماشي لا تعب بقى اللي انت عايز تقوله. قلت لها الحمد لله اجازه. كنت حاسه ان انت البرود ده قلت لها الحمد لله اجازه. ما انهارتش ما لا رحت قلت لها التليفون، كلمت دكتور المنتخب والشوق صليبي يلا. قال لي بجد ايه؟ طب استنى بس اتاكد. دخل شاف الفيديو قال لي اتس باد صليبي هو كمان، يلا جيرني وهنبداها مع بعض. كل الكومنتس فاهمه اللي هو كده. ايوه يا يحيى، بس ازاي انت والله بكل السهوله دي. ايوه، ما انا بقولك ازاي قدرت تقولها بكل السهوله دي. ما زي ما بقول لك الاكيوميليشن اوف مثلا كل شويه يجي لي اصابه رخمه قبل بطوله والحق نفسي ادوس عليها. لو جالي ديسك قبل اولمبيكس ولعبت، سمنتي تتمزق قبل افريقيا في مصر العب الكلام ده كله. فاللي هو هي دي ساينز اللي هو انت محتاج فول مينتيننس لكل حاجه. وسبحان الله قبلها قبل الاصابه باسبوع او 10 ايام انا عشان مع ريد بول، فكنت بكلم كريم علاء بقول له انا مش تمام. اللي هو على طول كريم وواحد صاحبي كمان اسمه تكس على طول اللي هو اخبارك ايه، انت تمام، جسمك كويس، نومك، اكلك. فهم على طول بيطمنوا عليا في الحته دي. هم فاهمين ان انا طول ما انا جسمي تمام وفيزيكلي تمام الهاندبول هيجي، حتى لو مش في احسن بيرفورمانس بس هتقدر تعمل اللي انت عايز تعمله. فالاثنين والله قلت لهم اللي هو انا متبهدل يعني، مهما اكلت مهما ريحت احس ان انا فيزيكلي انا مش اللي هو بحاول افايند الايكويشن بتاعت ان انا اظبط نفسي. لان برضو اولمبيك كانت في الصيف، فالبري سيزون كان اللي هو ما فصلتش. فبجد هما الاثنين كلموني بعد الصليبي انت طلبتها ونلتها. اللي هو كريم كنت بظبط معاه ان انا في شهر 12 في ال10 ايام الاوف اروح السنتر بتاع سالزبورج. وتكس هو بقول له انا بس نفسي في اسبوع راحه. قال لي خد لك سنه راحه بقى خلاص يلا اتفضل. فبجد من كتر ما انا كنت شايف ان انا مش تمام وحاسس ان في حاجه غلط برضو بروبلي بكل الترانزيشنز اللي انت عديت بيها في الصيف، بقى البيرسونال في دايناميك عيلتك، في ان في فرح اتاجل، في ان في اولمبيكس، في كل ده بيحصل. انت برضو بروبلي ايموشنلي كنت جايب اخرك يعني بالزبط. فكل حاجه ورا بعض جت، حسيت بقى ان ده جه في وقته. بالنسبه لي ما قلقتش طيب من المسؤوليه، فكره البطوله، النادي، ما فكرتش بقى في كل الكلام ده؟ ما هي برضه دي برضه زي ما بقول لك اللي هي ايه الكومنتس اللي بتجيك اللي هو المدرب جه تاني يوم وانا رايح اتفرج على التمرين عادي، اللي هو جه سلم عليا انت هترجع السنه الجايه على نفس المكان اللي انت سايبه وعلى نفس الريسبونسابيلتي اللي انت سايبها، اهم حاجه ركبتك. وكان ساعتها فاضل لي سنه في عقدي وما كناش لسه اتكلمنا بقى همضي ولا مش همضي. قال لي انا عايزك معايا، ما تفكرش في اي حاجه وانا هظبط لك كل حاجه. ادي فحسيت ان انت الحته دي رئيس النادي ثانك يو فور ذا سوبر جلوب، كسبت معانا بلا بلا بلا، نشوف ركبتك عايز تعمل عمليه فين. فتسهيل الامور وانا بجد ربنا نزل علينا هي حته راحه اجازه. واكسبيرينس ده مع اي خالد اللي انا رحت معاه وهو بيعمل MRI خرج قال لي صليبي الحمد لله هريح، فخدتها منه. شفت يحيى بيرجع ولعب زي الفل، شفت دودو ما شاء الله رجع ولعب زي الفل. رهيب ان انت تبص لها من الحته دي والله ده ربنا يعني. مش جمدان مني خالص يعني. انا فاهمه، بس طبعا برسبكتيف ان انت بدل ما تشوف ان الدنيا سودة وانا ازاي حصل لي كده، والتشينجينج اوف برسبكتيف ان انا اشوف الحاجه كويسه في حاجه صعبه قوي، ده برضو مش حاجه سهله. يعني اتمنى ان كل الناس تسمع القصه دي، عشان انت كيحيى الدرع كبوزيشن بتاعك في الهاندبول، في مسؤوليتك انت في منتخب مصر، في نادي في اوروبا، perspective is very important ان انت ما تبقاش شايف الدنيا سودة في حاجات صعبه بتحصل. بالظبط. بس مش خلي بالك مش يعني انا ممكن اكون في الوقت اللي كنت بوزيتيف بعدها بشهر بدات. ما انا بقى لسه عايزه اسالك بقى الاصابه اللي حصلت اثرت عليك ازاي؟ والتاهيل بيبقى صعب، جالك اوقات كنت محبط، كنت حاسس اللي هو لا ده مش وقته؟ حسيتها طبعا والمنتخب بيلعب كاس عالم يعني. لان انا اتصبت في شهر 10 يوم 17/10 وعملت العمليه، كان فاضل شهر وكاس عالم يبدا. فاللي هو طبعا البروسيس بتاعت ما بعد العمليه اللي هو هي دي اول شهر او شهر ونص بيبقى ارخم حاجه، اللي هو بقى العكاز والجون مش عارف ايه ومحتاجه مساعده والكلام ده كله. انا شخص مش بكومبلين كتير اصلا، بس فكره ان انا بقى محتاج مساعده وقومني واعمل لي دي اللي كانت مخلياني داون شويه. وده طبيعي انه يحصل لاي حد، بس كويس انها جات لي في دي يعني. كويس انها جات لي في الفتره اللي فعلا انت المفروض تبقى يعني الدنيا تقيله عليك
مش اللي هو في بعد العمليه ان انت تفضل مقطع في قلبك لحد ما تعمل العمليه انا هرجع ولا مش هرجع والحاجات دي. الوقت يعني اللي ما بين العمليه والاصابه قصدي والعمليه كنت تمام، كان مثلا 10 ايام او اسبوعين اللي هو دخلنا بجد، دخلنا فيس تايم كول انا تقريبا واكرم يسري ويحيى خالد واخويا قاعد مكشم اللي هو ماسك ان هو يعيط، ويحيى خالد واكرم قاعدين بيهزروا معايا، واخويا اللي هو يا جماعه انتوا بتهزروا ومش عارف ايه، وشايف ان انا قاعد بضحك بس هو مش متقبل، يعني اخويا مش متقبل الموضوع وانا خلاص تقبلته، وقاعد حاطط تلج واصحابي جابوا لي ماكدونالدز وجوا لي قعدوا معايا في البيت. ف في بارت دي حاجه اللي بحمد ربنا رجالك. عليها، اللي هو دي الحاجات اللي بسيبها كده، اللي هو يعني اللي مطلوب يبقى انا فيه دلوقتي هيحصل، لو لا هتعلم منه خلاص. ف جعلصت الامور دي بقى هناك مع الغربه والقعده هناك والتفاصيل الكتير اللي موجوده، هقعد اقف على كل حاجه، هقعد اعمل كل حاجه هفكر فيها، بس ما تاخدش حجم كبير من الماي انرجي، لان انت عندك مسؤوليه اكبر بكتير المفروض تروح لها. بس ده اتعلمته من الاكسبيرينس بتاعتك في الغربه، ان انت مش هتعرف تكنترول كل حاجه. بالظبط، في حاجات لازم تسيبها كده، ترندر وتتوكل وتبقى عارف ان خير لان برضو يعني بعيدا عن اي شغل، الرياضة هي متعلقة بحاجات منتل وحاجات فيزيكال وحاجات في ايديك وحاجات بره ايديك وحاجات اللي قدامك اقوى منك اسرع منك جاهز اكتر منك انت نمت يعني في عوامل كتيرة قوي تخليك تبرفورم حلو او تبرفورم وحش. صح. مع كامل احترامي، بس انا مثلا لو محضر البرزنتيشن ما نمتش كويس مش عارف ايه هتأثر عليا انوي، بس هعرف اتكلم. بس انا مش نايم كويس، او انا لو بفكر في حاجه، او انا لو كونسيومد في حاجه تانية مش عارف ايه، فمش هبقى اكيوريت في شوطي، مش هبقى عارف ابريك البريشر، مش هبقى عارف ان انا لو مثلا ماشي بشكل معين. دي حاجات بقى الحمد لله الاصابه خلتني اتعرف عليها، لان انا مثلا في شهر 1 لما بدات احس لا الدنيا مش تمام بالنسبه لي ان الفرقه بتلعب كاس عالم من غيري، رحت بقى قررت ان انا مع ريد بول اروح اقعد الشهر ده في سالزبورج اعمل التأهيل هناك بقى اللي هو هم لحقوني بحاجات كتيرة قوي بره اصلا عن التأهيل، اللي هو mental performance nutrition بحذافيرها، اللي بيأثر عليك، التستس اللي انت الاصابات اللي ممكن اصلا تكون قريب انها تجيلك حتى بعيدا عن الصليب، لو انت مثلا الاكيليز بتاعك ممكن يحصل له حاجه، انت كتفك مش عارف ايه، انت الديسك في حاجات اصلا ما كنتش شايفها، هم بقى عرفوني عليها، سبيشالي حته بقى المنتل بيرفورمانس، مش اللي هو مجرد بس سبورت سايكولوجي، بس اللي هو انت اصلا شايف ايه مشاكلك، انت شايف ايه اللي عايز تعدي بيه. فانا بقول له مثلا في وسط الماتش لو عايز اعدي من مومنت معينه، فبيقول لي طب خلاص تعالى نتفق مع بعض على شويه حاجات افرميشنز او كلمه او خطه او حاجه معينه، اللي هو ضيعت كوره وعايز تطلع براها، قول لنفسك الكلمه اللي تخليك تموف اون، اخبط نفسك الخبطه اللي هو اللي خلاص عادي. ده حاجات يعني ابسط حاجه اقولها لك يعني في وسط الماتش، يعني حاجه عمري ما سمعتها قبل كده بصراحه. بالظبط. انت بقى بتواجهي بكل مشاكلك وعايزه تطلعي منها ازاي، وهو بيشوف شخصيتك بيحللها، بيعمل لك مثلا كام سؤال، انا هنا هختار ده بدل ده، انا هنا هتصرف كذا، الكلام ده كله، فهو بيشوف احسن حاجه يقدر يعملها معاكي. وطبعا بيوريك السايكلز اوف الانجري، اللي هو بيوريك سايكل اوف ignorance، you're angry now, you're accepting it, you're down، الكلام ده كله وانت بتختاري. بيفهمك شايف ان انا هنا في الحتة بس لما البطوله بدات شايف ان انا I'm angry in a way، بس I'm accepting، بحاول، فاهمه. ففضلنا في الحته دي بنلعب فيها كتير طبعا مع الثيرابي اللي بنعملها. ودلوقتي يعني دي كانت اكبر اصابه جات لي او اول مره اعمل عمليه في حياتي. لا وانت كمان قلت لي واحنا بنتكلم يعني الفتره اللي فاتت، قلت لي ان الاصابه دي in specific خليتك تشوف حاجات كتير بطريقه مختلفه. ايه الحاجات دي بقى؟ يعني خلتني اقدر الهاندبول في حياتي بشكل اكبر، اللي هو يعني ممكن ما ارجعش الله اعلم. ف يعني لا انا محتاج، لو انا كنت فاكر نفسي ان انا بروفيشنال او معترف ان انا بروفيشنال، لا انت محتاج تبقى تايمز 10 مع سنك، مع الريسبونسبيلتي اللي بتحط عليك، مع الليفل اللي انت فيه، مع احلامك اللي عايز تحققها. ده بارت. لو فاكر ان انت عملت حاجات صح، لا في اصح منه، في مور ساكريفايس محتاج تعملها in a way. خلتني اكتشف ناس كتيرة في حياتي، يعني هم موجودين وكل حاجة، بس قدرت ناس اكتر في حياتي، واكتشفت انا
غالي على ناس كتيرة حتى لو انا مقصر معاهم، بس اللي هو انت اول ما لله في انت لله تعبت، بنطمن أيوة. عليك، لله في لله زعلانين عليك، لله في لله احنا في ظهرك وبنسبورت. ودي حاجة من الحاجات اللي هي بتأثر فيا انا نفسيا، الحتة السوشيال، وان انا يبقى عندي صحاب اكتر ومعارف اكتر ونتورك اكتر وناس، ده انت مقصر معاك كل ده وبص هو بيفكر فيك ازاي. فاللي هو لو انت دايما شايف انك بتحط الصح مع الناس او الناس القريبة منك، في حاجة ناقصة. ان انت شفت ده من ناس unexpected، يبقى في حاجة ناقصة، يبقى انت مش عامل الصح مع الناس دي، يبقى انت حاطط your energy مع ناس صح او غلط whatever، بس لا، في ناس تانية وسع الفيجن موجودة. بتاعتك. أيوة. يحيى، ترانزيشنز، يعني انا عمري ما سمعت ترانزيشنز كتير كده في حياتي. اقل حاجة. لا ترانزيشنز وشيفتس يعني مرعبة، بس نفس الوقت يعني lessons learned كتير قوي. اكيد. بس الحمد لله احنا دلوقتي اتأهلنا والركبة كويسة، وراجعين. طمنا. وراجعين. لا انا الحمد لله خلاص خلصت الفترة بتاعتي، واخد الشهر الزيادة ده عشان عايز ابدأ مع الفريق من يوم 1/8 اللي هو ولا كأن اي حاجة حصلت، وابدأ زيهم. طبعا it will take time ان انا النيرفس سيستم يتعود على ان انا بقى الحتة الافيلاتيك اللي ناقصة دي، بس محتاج اكون وسط الفرقة. فالحمد لله كل اللي عليا عملته، الحمد لله الفيدباكس كلها بوزيتيف، الحمد لله. فتوكلنا. راجع على ايه بقى؟ عينك على ايه؟ أم تقول لنفسك ايه كده وانت راجع كمان اسبوعين؟ يعني حاجة زي ما كنا برضو قلناها، اللي هو انا راجع على نفس دي حاجة برضو من الحاجات الحلوة، اللي هو انا راجع على نفس المكان اللي سبته، اللي عملت فيه بصمة واسمي اتبنى فيه، وكنت من الكي بلايرز بتاعته. والحمد لله برضو thankfully النادي ادوني عقد جديد ان انا اكمل معاهم، مضيت 3 سنين كمان، فانا عندي 4 سنين من دلوقتي في المكان ده ان شاء الله. ربنا يكتب لي فيها ان انا اكملها لحد الاخر. بس في حاجات كتير قوي ناقصه لسه عايز احققها معاهم. عايز ارجع الاول اقف على رجلي طبعا واطمن على نفسي وكل حاجه، بس لا انا عايز اشو اللي انا اتعلمته، وعايز اشو نفسي اللي انا بحاول اعمله واللي انا بحاول اطبقه في حياتي بره الملعب هيترجم بقى جوه الملعب ازاي، وفي حياتي لما اروح هناك، لان انا سينس دان بروح اتفرج عليهم في فاينلز واكون سبورتيف معاهم، بس مينلي كنت قاعد هنا. الحياة الحقيقية بقى ارجع لها، اللي هو شغلي ومكاني وبيتي والتمرين والبريشر بتاع السفر والماتشات المهمة. بس لا راجع اكمل الحلم اللي انا بدأته من وانا عندي 7-8 سنين، وفي حاجات كتير فيه ناقصة عايز اوصل لها. بتكلم مع نفسي كل يوم ومجهز كل حاجة ان انا ادوس، اكمل وادوس واوصل لليفلز اعلى بكتير من اللي انا وصل لها، علشان عايز اكتر من كده بكتير. والله one of a kind athlete. يا رب ده بجد والله، يعني one of a kind athlete، بني آدم خطير ورياضي ما جاش منه قبل كده والله. يعني I'm so proud ان انت صديقي قبل ما تكون رياضي في مصر، مش هيجي منه تاني بجد. حبيبتي هنوشة والله. طب اسألك كده شوية حاجات بقى عن نفسك انت. اوكي. خلينا نطلع بقى بره الترانزيشنز بتاعتك. ماشي. ايه الحاجة اللي نفسك تساعد بيها الجيل اللي بعدك؟ حاجة تقولها او تعملها تساعد بيها الجيل اللي بعدك في الهاندبول. ان احنا بجد يعني لو هتكلم في حاجة معينة والاجيال اللي جربتها، ان احنا بجد مفيش فرق كبير خالص، احنا مش بعاد تماما، احنا عندنا كاباسيتي اكبر من هناك بكتير، لان احنا وي نو ان احنا ناقصنا حاجات وعايزين نتعلمها وعايزين نكسبها. ودلوقتي الرياضة عامة او ناس كتيرة حققت حاجات كانت مستحيلة او محدش كان شايفها. فالموضوع دلوقتي بقى في الايد، وان انت تصدقي، مش ان انت محتاجة تعملي معجزة. الموضوع اسهل من كده بكتير. لحظة غيرت حياتك؟ يعني في حاجات كتيرة قوي، بس يعني كمومنت هي طبعا الإصابة بكل اللي حصل حواليها، الصليبي عامة، اللي هو تعاملي مع نفسي، تعاملي مع مراتي، مع أهلي، مع صحابي. غيرتك كبني آدم. غيرتني كبني آدم، وغيرت برسبكتيفز كتيرة قوي، وطورتني في حاجات كتيرة. دي اللي بحاول ان انا امبلمنتت واجهزها للسيزن الجديد. يحيى الدرع، ايه حلمه؟ امتى تبقى حسيت انك عملت كل حاجه انت عايزها؟ يعني بشخصيتي بمعرفتي I don't think ان انا هقول ان انا وقفت عند البوينت دي. يعني كنت عارفه ان دي الاجابه. يعني عايز اجيب ميداليه اولمبيه، عايز اكسب كاس عالم، عايز اكسب تشامبيونز ليج. دلوقتي احنا كسبنا افريقيا 3 مرات، عايز اكسبها الرابعه. يعني لسه في حاجات عايز احققها، وبعد ما احققها لا عايز اجرب ان انا اعملها تاني. بس الحلم الكبير
الناس تفضل فاكراني ان انا في يوم من الايام قدرت اثر على الرياضه وخدمت بلدي، ولو قدرت اكون سبب من الاسباب ان انا اسعد ناس او ابسط ناس او اخلي الناس تحب الهاندبول، دي من اهم الحاجات بالنسبه لي اكتر من اي اتشيفمنت يعني. بس انت اوريدي خليت الناس تحب الرياضه وتتفرج على الماتشات وتكونكت معاك حتى وهي ما تعرفكش في الملعب ايموشنلي. يعني انا لما بتفرج عليك ببقى حاسه ان انا واقفه معاك بالفيشل اكسبريشنز بتاعتك، بطاقتك، بخوفك على اللي حواليك، فانت اوريدي اثرت فينا كلنا يعني. الحمد لله. مين اكتر حد بتحب تلعب معاه؟ سيف اخويا طبعا. سيف اخويا طبعا يعني، بعيد عن اي اسم طبعا هقوله، بس الميزه ان انا وسيف معدينا بكل حاجه، مراحل السباحه والووتر بولو والهاندبول والمنتخبات والبيت وكل حاجه، احنا اتنين عايشين حياه واحده، ودي قلتها في كل حته وهفضل اقولها. والليفل اللي سيف واصل له كلاعب بروفيشنال، وهو الحمد لله رايح برشلونه السنه الجايه، دي خطوه كبيره قوي لينا كعيله نفتخر بيها. كلنا فخور. دايما كنت مستني ان هو يوصل للبوتنشال بتاعه، كان محتاج يتعلم حاجات ومحتاج يكبر ومحتاج يوصل لحاجات ابعد بكتير، ودلوقتي دي البوينت اللي هو احنا فعلا دلوقتي بنتنافس بشكل بوزيتيف. بس دلوقتي احنا بنتنافس، ما بنلعب نفس البوزيشن في المنتخب، هو فرقه كبيره انا في فرقه كبيره، ما اعرفش بقى هنلاعب بعض ولا لا، بس فاهمين بعض، بنحب نلعب شبه بعض في الملعب، والسيلفلس في الملعب، عايزين الشكل العام يبقى كويس، والكونكتد بره الملعب وجوه الملعب. بنتكلم على الهاندبول كتير، بنتكلم عن الحياه كتير على قد ما نقدر، فربنا يديله الصحه وطولة العمر ويكرمه ان شاء الله في المستقبل اللي هو هيبدأ ان شاء الله. طب في الترانزيشنز والشيفتس دي كلها، ايه السبورت سيستم بتاعك؟ مين السبورت سيستم بتاعك؟ والله دي بجد من اكبر نعم ربنا عليا يعني. عيلتي، صحابي، وطبعا ليتلي مراتي اللي عدت معايا بكم حاجات في اول سنه جواز ما حدش يستحملها، وكانت دايما بتحطني برايورتي، بتحط الهاندبول برايورتي، بتحط صحتي، بتحط العمليه، بتحط كل حاجه، فلولاها ما كنتش هعدي برضو بالفتره دي بسهوله. اخويا يسوق من فرنسا لحد برشلونه 9 ساعات علشان بس يحضر العمليه ويرجع تاني تمرين تاني يوم الصبح. طبعا بابايا ومامتي على قد ايه هم مؤمنين بيا وقد ايه انت هترجع. فصحابي طبعا اللي هو بيتعاملوا اللي هو انت عندك دور برد وهترجع عادي. أيوة. احنا مبسوطين ان انت معانا في مصر، خلاص نتبسط معاك ال7-8 شهور دول وهترجع تكمل، وعلى طول اللي هو ركبتك تمام، طب انت كويس، طب لا روح ريح نام. فلا الحمد لله دي من اكتر الحاجات اللي بحمد ربنا عليا، السبورت سيستم اللي موجود معايا. الحمد لله. طب يحيى احنا خلصنا. ليه كده؟ ايوه ليه كده؟ اسئله هزار اي حاجه. طيب خلصنا الشفت. هسألك سؤال زي ما سألتك في الأول، كلمة توصف بيها نفسك. برضو كل حد بيجي هنا بنسأله لو هتوصف آخر سنة في حياتك في كلمة هتكون إيه؟ بعد كل الشيفتس والترانزيشنز اللي حصلت، وانت بجد آخر سنة كانت صعبة قوي يعني، كلها ترانزيشنز. ده عميق جدا السؤال ده. وكمان جاي في سنة كلها شيفت يعني بكل الترانزيشنز اللي عديت بيها في حاجات كتير اقدر اقولها يعني. اقدر اقول اصلا البدايه، نفسي اقول انها البدايه، لان حاسس ان انا كالبوينت اللي انا وصل لها على قد ما اقدر مجمع تولز ممكن توصلني للي انا عايز اوصل له. فهي بدايه بكل حاجه بقى في الحياه، اللي هو عشت سنك، عشت جيلك، لعبتي، رحتي، جيتي، اتجوزت، بدات. فاللي هو الحاجات اللي اي حد بيبقى لسه بيشوف هيعمل فيها ايه دلوقتي، اللي هو خلاص ده كاريري، ام سيتلد، انا ماضي الدنيا تمام. فاقدر اقول انها بدايه لحاجه اكبر بكتير عايز اوصل لها. ديفلوبمنت، personal development عامه. حاسس انت يجرو في السنه دي؟ اكيد لان في طبعا responsibilities اكبر بكتير من اصابتي اتحطيت فيها، محتاج اشيلها ومحتاج اظبطها. وام ثانكفul للتايمينج ده، لان انا بقى عندي الوقت ان انا ارجع مصر اشوف دنيتي واظبط حاجتي وبيتي والكلام ده كله. دي الله اعلم كانت لما كملت ومسافر وعايشين والكلام ده كله تفضلي كل شويه بتحاولي تصلحي حاجه، بتحاولي تظبطي حاجه. بس دلوقتي اللي هو عملنا البوز، الكام سنه اللي جايين هيحصل فيهم ايه، هنعمل ايه، دنيتنا اصلا هنا عامله ازاي، عشان لما نروح هناك هنعمل ايه، تظبيط البيت اللي هنا. ف يعني I think حاجات برضو التايمينج خدمني فيها، ربنا حط لي الطريق ده او الاصابه دي او الباث ده، ان انا بس اللي هو هنشيفت بس الحته دي او هنبوز الحته دي وبعد كده نكمل in a way.
وانت you're grateful for this جدا ايوه البوست دي انت جداً. ممتن ليها جدا جدا. ايا كان هيحصل ايه قدام او هرجع عامل ازاي او وات ايفر، حطيت بلان A وبي وسي وشفت كل حاجه قدام بعينيا اقدر ان انا استوعبها او اشوفها، واشوف بقى ايه اللي هقدر اعمله، ايه اللي هقدر اظبطه، وهوصل لفين، وهريدايركت تفكيري وتركيزي على الحاجات ازاي يعني. صح يا يحيى والله واحنا بنتعلم منك كل يوم بجد والله يا رب دايما. والله بجد تحفه تحفه يا رب تحفه دايما. يعني حلقه مليانه بالليسنز. I wish الناس تكون اتبسطت بالحلقه. انا اتبسطت جدا أنا معاكي انبسطت قوي بجد. والله. هو اول مره اتكلم بالحاجات دي، على طول كانت بتبقى more professional او على achievements. ف I'm really thankful ان انتي خليتيني اطلع السايد ده واتكلم في الحاجات دي. وبجد انا مبسوط بالبراند وبالتايتل وكل حاجه. مبسوط ان انا معاكي عشان on a personal level I do respect you, I do appreciate you in my life. good luck والف الف مبروك على البودكاست دي. Thank you. So proud of you. Thank you. Thank you. Thank you, Anusha.